وهذا ما يتطابق مع ميثاق الأمم المتحدة، خاصة في المادة الأولى. فالهدف من تأسيس هذه المنظمة هو إرساء والحفاظ على الأمن والسلام في العالم، كما أن ترشحك يجب أن يخضع كذلك لتقييم مسارك الدبلوماسي ومدى مساهمتك في إحلال السلم في العالم والمساهمة في حل بؤر التوتر وتفادي التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتمويل الانقلابات والانحياز لأي طرف من أطراف الأزمة. وبالتالي أعتقد بأن الجزائر من الدول الرائدة دبلوماسيا في التكيف والالتزام بمبادئ الأمم المتحدة. حتى قبل استقلالها كانت الجزائر تلعب على دور الوساطة، وبالتالي الأمور ليست بالسهولة أو ربما تشريف تسعى إليه الجزائر بقدر ما هو مخاطرة كبيرة لرهن مصالح الجزائر وخلق حتى توترات، لأن الدفاع عن القضية الصحراوية والدفاع عن القضية الفلسطينية وما دابا هادي الطريقه ديال الاعلام ديال الكبرانات هكا باش يدوخوا يعني داك بوصبع تيبردعوه تيدوخوا ليه تلفوه على القبله. دابا هما عندهم مشاكل لا حصر لها في وسط البلاد، يعني الفيضانات والناس عايشه في الزنقه والمنكوبين وكذا. فباش يتلفوا عباد الله هاد الديامات اش دايرين؟ خدامين جوج مواضيع. الموضوع الاولاني هو ديال الامتحانات ديال التلاميذ النهار كامل، يعني اذاعات كلها خدامه مع دوزو اليوم الصباح دوزو العربيه، العشيه دوزو الماط، غدا دوزو الفرنساويه، بعد غدا يعني بغا يدوزو بهم السيمانه. ولا هذا عطاف الجزائر بدخل المجلس الامن، هذا الدخله تاع الجزائر لمجلس الامن ما عطاش ما عطاش بغا تصنع. الاخوان الاخوات، خوكم عادل المراكشي تيرحب بكم على قناتكم عادل المراكشي. قبل ما نبداو في المواضيع ديالنا ديال هذا الفيديو، غادي نشوفوا بعض الصور معبره في بلاد الكبرانات. فكما عرفتوا بان السيده الاولى ديال الولايات المتحده الامريكيه جات للمغرب، جات في زياره بتستراح دير توريزم، يعني بتعرف على التراث والثقافه المغربيه. فاستقبلتها الاميره مريم. هاي الصورة، هاي يعني صورة معبرة، يعني تبان الأصالة والمعاصرة في نفس الوقت. وداوها نعم سيدي، داوها شافت الأطهار وتيشرحوا لها اللاج والنقش وكذا، يعطوها واحد النبذة على الأمة المغربية، التاريخ ديال الأمة المغربية. في نفس الوقت تيخرجوا الكبرانات لأنهم خصهم تيديروا دايما ردة الفعل. تيخرجوا الكبرات تيديروا لنا واحد التصويره ديال، قال لك هذه السفيره ديال امريكا راه دازت، قال لك 22 ولايه جزائريه دارتها. باش دارتها الله اعلم، يا ما عندهم ما الطريق الطرقان ما كاينينش، الله الا داروا لها ليكوبتر. والناس بغات تشوف الخلا والقفار. ها واحد الصوره معبره على هذا دوره الكبرانات. هاي نفس المنطقه، هذيك في العشرينات وهذه في 2023، يعني ما تغير حتى شي حاجه، بحال يعني اش بغا تشوف. والغريب في الامر كاع هادي باش واعره، انا طالع في السفاره تيمشيو مثلا يقلبوا على مشاريع يديروا التنميه، شي واش التنميه اللي يديروا في الجهات وكذا، هادو داو قال لك شارع حولي مصورين مع حولي. والله الا هاديك السفيره هادي وحق الله الا غادي يفليبوها بالله. يدخلوا للموضوع، المساله ديال انتخاب الجزائر في مجلس الامن. صافي قفرنا المغاربه، دخلات الجزائر المجلس الامن، بينا صافي مشينا خلا. اش بغات دير؟ ما بغات دير والو، والو. وطاعة الله بحال هذا تسنطوا دابا لهاد خونا في الله. هذا راه وزير خارجيه. في ثلاث نسخ إفريقية في الصحراء الغربية تحديدا ينتظرون فيها الدعم والمساندة
دابا هذا وزير خارجية تيتهجى ما عارفش يدير جملة مفيدة، يعني خطاب يقرأ. تيبان لي أنا واحد فيهم اللي كان قاري في هذاك في ديك الأمة كاملة، اللي هو بوتفليقة، لأنه علاش قرا هنا في المغرب. ما كادو والو، قاعد تيتهجى، زرع حصد وقف، قال لك بيدعموا، وقاعد شي كفا 50 عام انت تدعم فيهم، فين وصلتي؟ والو. ها انت دخلتي لمجلس الامن، ها ورينا حنتي يديك اش بغيتي دير. وعلى هذا دابا هذا طاعت الله غادي يدير شي حاجه؟ ما بغا يدير والو. واحد القضيه اخرى، مجلس الامن راه الجزائر دخلت ليه شحال من خطره، وما عمرها اثرت في القضيه ديال الدوسي ديال الصحراء المغربيه، لانه علاش؟ القرار ماشي في يديها، قرار في يد امريكان. امريكان ماشي هي اللي مولا تستيرو، فهمتي؟ ولا قالت لهم سكتوا يسكتوا، يجمعوا الطم، ما كاينش مزاح. وضمان انهم بيعوا العجل لبوصبع، بيعوهم العجل بغا يدوزو بهم واحد حتى من هنا حتى الاخر ديال العام، بهاد القضيه ديال راه انتصرنا في الامم المتحده وعطاونا مقعد. والمضحك في الامر هو هاد التصويره هادي، قال لك السفراء في الامم المتحده دايرين الصف باش يسلموا على هاد الطرف، حيت نجح في الحاله الربح، حيت عطاو كرسي في الامم المتحده في مجلس الامن. وهادو ماشي هبال، حتى السيراليون حتى دات كرسي. وهو ما دارت هاد الفضيحه هادي، وراه العالم الله لا باش شحال تلقى معلوم هاد الكرسي هذا والله العظيم. عرفتي شحال خسرت عليه دابا الجزائر؟ راه ماشي المره الاولى هادي باش تدخل زعما المجلس يعني مجلس الامن تاخذ مقعد غير دائم. راه 4 الخطرات هادي المره الرابعه، ولكن راه ما تسوقر والو في هاد المساله ديال الدوسي ديال الصحراء، راه ما عندها ما دير فيه والو، زعما كاع داكشي بهاد وغادي يتفضح. المشكله هو الا جبت شي دوسي ديال روسيا واوكرانيا وتشوف الوحله اللي بغاو يحلوا دابا، راه ديال الفضيحه العظمى. دابا يورطوا راسهم، الزربه حتى الرجل هادي. المساله الثانيه هي ديال شنقريحه كاين معلومات قال لك اسيدي ديال تعبئه وتيصيفط الجيش ديالو جهه الحدود المغربيه. حنا راه جهه الحدود المغربيه كاين الاسد الافريقي، المناورات ديال الاسد الافريقي، وخرج الاعلام ديالهم البارح والبارح خرجوا كاع صبحوا قال لك اسيدي راه الجيش المغربي فيه تمرد وتيهربوا، الجيش ديالنا تيهرب، قال لك تيهرب منين؟ قال لك تيسلموا رؤوسهم للبوليزاريو. ماشي نكته هادي ديال بريد. والله العظيم وحق الله ما عرفتش انا هاد الشيء ديال هاد الغباء، واش تنعسوا بالليل تتفيقوا ما عرفتش تتنوضوا مبوقين مقلوبين تتخرجوا تبدعوا في هذا الاخراج ديال هاد الحكايات هادو. قال لك ايه راس فعلا هربوا، ها هما شتيهم، ها هما راه جاو حداكم، جيت المحبس، فين كاين المناورات، شي شحال من دوله كاينه تما، تما المناورات ديال الاسد الافريقي. نعم سيدي، من هاكا تطلع البوليزاريو على الخيام القياط مولا الدجاج. وراه ماشي اتمنى، قال لك راه تيستعد للحرب في سبتمبر، زعما حتى الشتوى. والله الا واعر هاد الخينا هذا بالله. راه ماشي هكا، دابا راه مشكلة حتى داك الاسلحه اللي عنده ما عندوش هو اسلحه كلها ديال روسيا، وروسيا دابا هي تشري السلاح اللي كان تبعد ديالها الدبابه وداكشي نواحلها، دابا راه عندها حرب استنزاف، يعني هي محتاجه للسلاح ومحتاجه للذخيره. يعني هو الا دخل شي حرب راه تما حصل، حيت هو لصقوا لي داك الكاسك ديال العساسه ديال من عند فرنسا. هادشي هي الخدمه ديال فرنسا، فرنسا هي اللي تشجع في هذا، فهمتي؟ تحاول تضغط زعما على المغرب، زعما حنا تنتمناو انهم يديروا الحرب معنا الله، باش نفضيو هذا الفيلم هذا بصفه نهائيه، نردوا الصحراء الشرقيه والقبائل نعطيهم البلاد ديالهم كامله يستقلوا، والجنوب نعطيوه لهذوك الازواد اللي راه غير يومين هادي قتلوا لهم 20 عسكري، 20 جندي جزائري. هاد الجيش هذا ديال جنكريحه اللي كل سيمانه داير قال لك مناورات، كل سيمانه داير مناورات، ها الناحيه الثالثه الناحيه الرابعه، ها العجاج النايضه في الناحيه الخامسه.
وفي الاخر جات حركه صفات على 20 واحد ودات لهم السلاح. وجيش هذا نيت ديال الكرسي في غير دائم في الامم المتحده. راه هادشي راه اي دوله تتاخذو. هما لما دخلوا للبريكس يكفر عنا راسنا تبون في بدايه العام. قال لهم من هنا ل 2023 غادي نكونوا دخلنا للبريكس. الصوره ديال البريكس ها هما مجموعين كاملين، حتى دوك اللي يعني كاين انهم مستقبلا يدخلوا كلهم كاينين. ايران والامارات بنغلاديش فهمتي. وفين هي الجزائر؟ ما عبروها كاع. وراه جنوب افريقيا فين دار الاجتماع؟ يعني عارفينكم راه ما في يديكم والو، لا اقتصاد لا صناعه لا والو. غير المستهلكين باش نتحفوهم بواحد الصوره زوينه هي ديال هاد الصوره هادي تمعنوا فيها مزيان. هذا راه بن بطوش رفقه تمام. رفقتان ايوب كارا. هذا وزير اسرائيلي من الليكود. ايوا ها هو هو هذا ماشي تطبيع هذا. اش يدير هو وياه؟ تيهضر ليه على الصحراء الغربيه. غير التذكير بالنسبه للحمله اللي دارت على الصحفي ديالنا قدير السي عبد الصمد ناصر. كلنا نعرف عبد الصمد ناصر راه مستمره، وخصنا نتفاعلوا معاه بكل جديه في وسائل التواصل الاجتماعي، الانترنت، في تويتر، في فيسبوك، انستغرام. فاش ما خصنا نحركوا يعني بجميع اللغات، بالعربيه الفرنسيه الاسبانيه الايطاليه الالمانيه الانجليزيه. يعني خصنا نحركوا لهم باش نفتحوا لهم العرض. لانه هاد المسائل هادو اللي تتمارس على الصحفيين ديالنا ماشي معقوله. لانه هادي اللي هو جاوب على تدوينه تتقيس في العرض ديال المغربيات في داك البرنامج اللي دارت هذيك الصحفيه المنكوبه ديال قناه يمكن الجزائر الدوليه ولا الجزائر الله أعلم. اللي هي هادي حنا تنجاوبوها. حنا عندنا المغربيات عندنا حنا كانوا شرفاء من قديم الزمن. والدليل ها نعطيو غير مثال. ها هي هادي اول طياره في العالم العربي اللي هي مغربيه الشاوي. باش تعرفوا بان راه المغربيات راه دائما في القمه. هما نتوما راه الحمد لله راه كاين المعارض المعروف امير ديال زيد اللي فتح لكم العرض. قال لك واش ديروا بالجزائريات فين تديهم؟ تديهم لدبي. داكشي باش يتهموا المغربيات هو اللي تديروه في دبي. الاخوه والاخوات، خوكم عادل المراكشي تيشكركم على تتبعكم للقناه، وتنضربوا لكم موعد في فيديو جاي ان شاء الله. ما تنساوش ديرونا بزاف اللايكات وبارطاجيو الفيديو مع الاخوان ديالكم، والمشترك في القناه يشترك في القناه. موعدنا في فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.